من حوالي شهرين كنت كتبت على Threads إن تم التجديد أو الاتفاق على تجديد عقد محمد صلاح وفيرجيل فان دايك لمدة سنتين، وإن الأقرب هو ترينت ألكسندر أرنولد إن هو يرحل لريال مدريد. ناس كتير طلعت ساعتها قالت لي: أنت بتقول إيه؟ ده فابريزيو رومانو ما اتكلمش عن الموضوع ده، وجبت الأخبار دي منين؟ وليفربول معروف إن الصفقات بتاعته ما بتتمش إلا في آخر لحظة والناس ما بتتكلمش عنها. وقالت لي: ده لازم يبقى في مصدر موثوق يقول الكلام ده، وفابريزيو رومانو طبعًا هو أكتر مصدر موثوق في كرة القدم. بس فابريزيو رومانو مين؟ إحنا فابريزيو رومانو الغلابة يا جماعة، والكلام بتاعنا طلع صح، وعشان تعرفوا إن إحنا بنجيب المعلومة من جوّه أوي. السلام عليكم، عاملين إيه، إزيكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن الأخبار اللي بتقول تجديد عقد محمد صلاح وفيرجيل فان دايك مع ليفربول لمدة سنتين، وطبعًا إتمام رحيل ترينت ألكسندر أرنولد لريال مدريد خلال الموسم القادم. والكلام من جوّه نادي ليفربول، وده ساعتها لمّا أنا نشرت الthreads الكلام كان إن ليفربول أو إدارة ليفربول كانت اتفقت مع محمد صلاح وفيرجيل فان دايك على التجديد لمدة سنتين فعلًا، وكانوا مستنيين يشوفوا أرنولد قراره إيه علشان يعلنوا الصفقة الثلاثية، بما إن الكلام كان عليهم هم ال3 في تجديد عقودهم. ولكن أرنولد طبعًا اختار صاحبه وصديقه وشقيقه الأنتيم جود بيلينجهام إن هو يلعب معاه سواء في المنتخب أو ريال مدريد، وبالتالي المفاوضات ما بينهم وما بين ليفربول إن باظت تمامًا بين أرنولد وليفربول، وكان قدّام الإدارة إن هي تطلع وتقول: لا يا جماعة، أنا مش هاستغنى عن ال3 لعيبة المهمين بتوعي والعمود الأساسي للفريق، وهاجدد لمحمد صلاح وفيرجيل فان دايك. ودي أخبار جميلة جدًا. وبصراحة أنا شايف إن حتى رحيل أرنولد مش أزمة. أرنولد عنده مشاكل دفاعية، وكانت كل جماهير ليفربول عارفة النقطة دي، كانت دايمًا بتتكلم عليه في الناحية الدفاعية، قوي هجوميًا فعلًا، ولكن هو في الناحية الدفاعية ضعيف جدًا وعنده مشاكل. وبالتالي أنت عندك البديل اللي يقدر يعمل الكلام ده زي كونر برادلي، والصفقة اللي نفسي تتم زي فريمبونج اللي بيلعب في ليفركوزن، لاعب يقدر يلعب وينج ويقدر يلعب باك، قوي هجوميًا، قوي دفاعيًا، سريع، عنده كل الpotential إن هو يبقى لاعب مهم لليفربول كباك رايت أو وينج رايت. الصفقة بتيجي في وقت مهم جدًا، في وقت حسم للدوري، بما إن ليفربول طبعًا بعد تعثُّره الماتش اللي فات أمام فولهام في ملعب الcraven cottage وخسارته 3-2 في مستوى سيء، وكنت عملت فيديو عن الكلام ده وقُلت مستوى ليفربول السيء في الماتش ده. ولكن بتطلع الأخبار دي بتأكد إن ليفربول بيحاول بكل الطُرق إن هو يثبِّت اللعيبة بتاعته والمنظومة بتاعة ليفربول حاليًا عشان يركّزوا للبطولة المتبقية وهي حسم الدوري. وأعتقد إن فكرة إن أنت تجدد لواحد من أهم اللعيبة عندك بالنسبة لك زي محمد صلاح خلال ال10 سنين اللي فاتوا، الهداف بالنسبة لليفربول، اللاعب اللي شايل الفريق على كتافه خلال الفترة اللي فاتت من صناعة ومن أهداف ومن صناعة للعب والكلام ده كله. فأعتقد إن ده قرار سليم مليون في المِيّة، مع إنك أنت عندك واحد من أحسن قلوب الدفاع خلال ال15 سنة اللي فاتوا، أو 10 سنين فاتوا، فيرجيل فان دايك. ممكن يكون بعد الإصابة مش نفس فيرجيل فان دايك قبل الإصابة، ولكن ده طبيعي بحكم الإصابة اللي هي الرباط الصليبي، إصابة مش سهلة خالص. مع إن أنت عندك دلوقتي ملفات تانية هتبدأ تركّز فيها من تجديد لأليسون، هتشوف اللعيبة اللي هتتباع، وهتجدد لكوناتي اللي عقده بينتهي السنة الجاية، وتحاول إن أنت تجيب قلب دفاع كمان عشان يستفيد من خبرات فان دايك ويساعد مع كوناتي، وتجيب باك رايت ولاعب في وسط الملعب كديفندر، وطبعًا تتخلّص من لعيبة أخرى في مركز الهجوم زي داروين نونيز مثلًا على سبيل المثال. فدي أخبار مفرحة جدًا، أخبار بتؤكد إن ليفربول on track ماشي صح، ويحاول إن هو إن شاء الله خلال الفترة الجاية يكمّلوا على هذا النهج. ده بالنسبة للجزء الأولاني والشِق الأولاني من الفيديو. الشِق التاني هيتكلّم فيه عن ليلة دوري الأبطال اللي اتلعبت سواء يوم التلات ويوم الأربع، والماتشات اللي كانت فيها سواء يوم التلات أرسنال وريال مدريد، وبايرن ميونخ مع إنتر. وكانت بصراحة مباراة رائعة جدًا من طرف أرسنال اللي بيعاني في الدوري، ولكن في الChampions League قدر إن هو يلعب مباراة قوية جدًا قدّام ريال مدريد، اللي أنا شايف إن ريال مدريد خلال الفترة اللي فاتت من حوالي سنتين أو سنة ونُص يعني بدأ الموضوع يبان إن أنشيلوتي بيقول للعيبة: انزلوا اتبسطوا، العبوا.
تحس إن اللعيبة خلاص بقت عارفة إن هي أنا هانزل أعمل اللي أنا عايزه وبتاع، ما فيش خطة واضحة. طبعًا الكلام اللي أنا باقوله ده مش تقليلًا من أنشيلوتي، أنشيلوتي مدرب كبير، ولكن خلال طريقة السياسة بتاعته في اللعب إن هو بيخلّي اللعيبة تلعب براحتها من غور بدون أي ضغوط، ممكن ده ينجح معاك في فترة من الفترات، ولكن ما يقدرش يكمّل كده على طول، تبقى هي دي منظومة اللعب. وشُفنا السنة دي المستوى الهزيل بالنسبة لريال مدريد، اللي يعتبر اتغلب من كل الماتشات الكبيرة اللي هو لعبها، سواء قدّام برشلونة، سواء قدّام ليفربول، سواء قدّام ميلان، ولسه الهزيمة الأخيرة في الدوري قدّام فالنسيا، كملت بخسارته 3-0 قدّام أرسنال في ملعب الإمارات. المباراة كانت مباراة قوية جدًا من ناحية أرسنال اللي قدر يحجّم خطورة ريال مدريد، ممكن كورة أو كورتين فقط، ولكن اعتمد على إن هو يلعب على الكرات الثابتة، سواء الكورنرات أو الفاولات، اللي فعلًا أرسنال بيجيدها، واللي بيتفرّج على أرسنال السنة دي ومن السنة اللي فاتت، أرسنال متميز جدًا في الكرات الثابتة أو الكورنرات أو الفاولات أو الكلام ده كله، وهي دي النقطة اللي هو قدر يلعبها ويستغلها قدّام ريال مدريد، ولمّا الأجوال تبُص عليها هتلاقيها دخلت من هذه الطريقة، تعرف وتقول إن أنشيلوتي ما ذاكرش أرسنال، ما عرفش قوة نقاط القوة بتاعته، وقدر إن هو يحجمها، بل بالعكس ادّاهم الفرصة إن هم يعملوا اللي هم عايزينه. ده بالنسبة لماتش أرسنال ول ريال مدريد. على الناحية التانية كان في ماتش بايرن ميونخ مع إنتر، وإنتر اللي بيقدّم مستوى رائع السنة دي سواء خلال وجوده في الدوري الإيطالي أو في الChampions League، وقدر إن هو يلعب ماتش رائع جدًا من تحوّلات قفل وسط الملعب وقفل الدفاع واللعب على التحوّلات السريعة، وقدر إن هو يستغل الفرصة دي قدّام بايرن ميونخ ويكسبه في ملعبه في ملعب الAllianz Arena. يوم الأربع كان في مباراة تانية، مباراة PSG في الParc des Princes قدّام أستون فيلا، المباراة اللي كان شوطها الأولاني سِجال إلى حدٍ ما مع استحواذ أكبر لPSG طبعًا بحُكم إن هو بيلعب على أرضه، بحُكم طريقة لعب لويس إنريكي، قدروا إن هم يتعادلوا بعد ما افتتح التهديف بالنسبة لأستون فيلا روجرز لاعب أستون فيلا، والشوط التاني بدأ يغيّر لويس إنريكي إن هو يحرّر كفاراتسخيليا سواء بيلعب مرّة ناحية اليمين ويودّي ديمبلي وسط الملعب، أو يخلّي كفاراتسخيليا يروح مرّة ناحية الشمال ويدخّل ديمبلي ناحية اليمين، ويسقط في النُص دوي. قدر إن هو يلخبط دفاع أستون فيلا، وبمجهود فردي رائع من كفاراتسخيليا في الهدف التاني، ثم الهدف التالت بتمريرة رائعة من ديمبلي لنونو مينديش اللي قدر يرقّص اللاعب بحارس المرمى إيميليانو مارتينيز ويحطها في الهدف، ويخلص المباراة 3-1 ويبقى بنسبة كبيرة هو مرتاح وهو رايح يلعب في ملعب أستون فيلا، وهو ضامن إن هو معاه دلوقتي رصيد يسمح له إن هو بفرق الأهداف 3-1. المباراة التانية كانت مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند اللي كانت بتتلعب في ملعب برشلونة أو الملعب البديل لبرشلونة، وقدر برشلونة إن هو يلعب ويستحوذ على الكورة وفي نفس الوقت يسجّل 4 أهداف. لمّا تيجي تبُص على ال4 أهداف، أخطاء ساذجة جدًا من وسط ودفاع بروسيا دورتموند أدِّت إن الفريق يُهزم ب4 أهداف، وأعتقد إن المهمة بقت مستحيلة على دورتموند رغم إن ما فيش حاجة مستحيلة في الكورة، ولكن على أرض الواقع أعتقد إن هي مستحيلة للعودة قدّام برشلونة. كمان سريعًا من شوية كان في مباراة أولمبيك ليون مع مانشستر يونايتد اللي انتهت بالتعادل 2-2 في آخر لحظة بعد ما كان مانشستر يونايتد متفوق بهدفين مقابل هدف عن طريق زيركسي الهدف التاني، قدر رايان شاركي في النهاية إن هو يعادل، وأصبح المباراة العودة في ملعب الأولد ترافورد بالنسبة لمانشستر يونايتد مباراة حسم إن هو يقدر على الأقل يطلع بحاجة، بحيث إن هو يقدر لو قدر ياخد البطولة ويتوّج بيها، يبقى السنة الجاية بدل ما فرق إنجلترا هيبقى عندها 5 فرق تلعب في الChampions League، ممكن يبقى السادس فريق زي مانشستر يونايتد إن هو يلعب. ده كانت سريعًا جولة عن اللي حصل خلال اليومين ال3 مع أهم الأخبار طبعًا كان تجديد عقد أو الأخبار عن تجديد الاتفاق على تجديد عقد محمد صلاح وVirgil van Dijk، وطبعًا الكلام الواضح والصريح على رحيل ترينت ألكسندر أرنولد. في النهاية حابين بس يا جماعة نبارك لصاحبنا وحبيبنا مصطفى إن هو تأهّل بفريقه فيلتون تاون لنهائي الكاس،
وعايزين بقى تشجيع وصواريخ وضرب نار وحاجات كده للراجل برضه، الراجل في غُربة يعني، أخوكم ساعدوه وبتاع. وبالنسبة للقناة هنا شوية لايكات حلوين، شيرات حلوين، كومنتات حلوة، سبسكرايب متين، كده يعني دلّع الدنيا معانا يعني، ما تخلّكش كده إيه، يعني هي دوسة زرار، دوس الزرار ما تتكسفش مش هيحصل لك حاجة يعني. وتابعنا دايمًا في الماتشات، وبكرة إن شاء الله هيبقى في بودكاست مع مصطفى نتكلم فيه على الجولة القادمة من الدوري الإنجليزي. باشكركم شكرًا جزيلًا، أشوفكم في فيديو جديد، السلام عليكم.